السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرترية، نستهلها بالعناوين. فخامة الرئيس أفورقي يعود إلى البلاد مختتما زيارة عمل رسمي إلى إيطاليا. افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية والمواد بمناسبة عملية فنقل. تكريم أفضل الرياضيين والمدربين والأندية في الإقليم الأوسط. معارك عنيفة في القوات الكونغولية تجبر آلاف المدنيين على الفرار. مقتل قياديين بحزب الله العراقي في غارة أمريكا ببغداد. ومقتل 5 ضباط في هجوم مسلح شمال غرب باكستان. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عاد فخامة الرئيس إسياس أفورقي والوفد المرافق له المكون من وزير الخارجية عثمان صالح ومفوض الثقافة والريادة السفير زمد تخلم من زيارة عمل رسمية إلى الجمهورية الإيطالية ابتداء من 28 من يناير وحتى اليوم عند الساعة 2:30 ظهرا. وخلال زيارته الرسمية شارك فخامة الرئيس إسياس أفورقي في القمة الإفريقية الإيطالية الأولى التي عقدت في روما يومي 28 و 29 من يناير بدعوة من الحكومة الإيطالية. وفي الوقت نفسه ناقش فخامة الرئيس أفورقي ورئيس وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيو ميلوني تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بشكل عام، وفي قطاعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والصناعة ومصايد الأسماك والبنى التحتية للطاقة بشكل خاص. كما التقى الرئيس إسياس أفورقي بوزير الدفاع ووزير البيئة والطاقة ووزير الزراعة والأمن الغذائي والغابات ووزير الثقافة ووزير الرياضة والشباب ونائب وزير الخارجية والتعاون الدولي ومسؤولين آخرين، وناقش التعاون الثنائي وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وفرص الاستثمار وزيارة المنشآت الصناعية والمواقع السياحية. وعلى هامش القمة الإفريقية الإيطالية أجرى الرئيس إسياس أفورقي محادثات مع رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود ورئيس كينيا ويليام روتو حول القضايا والتطورات ذات الاهتمام المشترك وفي تطوير العلاقات الثنائية والتعاون. افتتح صباح 8 فبراير معرض فوتوغرافي ومادي بمناسبة الذكرى 34 لعملية فنقل التاريخية في مدينة مصوى الساحلية. ويعكس المعرض الذي افتتحته حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبراهام ونظمته وزارتا الإعلام والدفاع أنشطة تعكس بطولة معجزات قوات الدفاع الإريترية في مختلف مراحلها، فضلا عن كافة أنشطة وزارة الثروة البحرية والقوات البحرية الإريترية والوزارات وإدارة الإقليم وهيئة ميناء مصوع والمواد والمنتجات. وقد حضر حفل الافتتاح وزير الثروة البحرية السيد تولدي قلاتي ورئيس أركان البحرية الإريترية العقيد ملأكي تخل مريم وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد رزاني أدوناي وقادة الجيش والضيوف المدعون. وستبدأ فعاليات الاحتفال الرسمية بالذكرى 34 لعملية فنقل التاريخية في ساعات صباح يوم 9 فبراير بسباق نصف الماراثون. سيتم الاحتفال بالذكرى 34 لعملية فنقل في الفترة من 9 إلى 11 فبراير تحت شعار فنقل منارة التحرير. من جهة أخرى تشهد مدينة مصوى عقد ندوات بمناسبة الذكرى 34 لعملية فنقل تركزت حول إنشاء وخلفية مدرسة الثورة وتطوير وتأثير التكنولوجيا الرقمية على الشباب الموظفين. وأوضح عضو المدرسة الثورية والمناضل السابق الأستاذ سعيد صالح عن تاريخ المدرسة الثورية ودورها في النضال من أجل الاستقلال، وقال قد أظهرت الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في الفترة العصيبة الإنسانية لإيواء النازحين بسبب فظائع العدو وكذا رعاية الأطفال الأيتام. وبعد وصف تجارب طلاب المدرسة الثورية في البيئة غير المستقرة والتضحيات التي قدموها خلف خطوط العدو وفي أماكن أخرى لإنقاذ شعبهم،
وإنقاذه من الأمية أدرك الجيل الحالي الفرص التعليمية الواسعة وأوقات الفراغ الكبيرة، مذكرا المكان والمؤسسة المخصصة للعمل بجد وتفاني. وقدم رئيس مكتبة رورا الرقمية السيد كوفلون ميكائيل ندوة حول دور التكنولوجيا الرقمية في قيادة وتوجيه الشباب، وشرح خلفية التكنولوجيا وتطورها وأهمية التكنولوجيا الرقمية في نمو البلاد بشكل عام، وفي قطاعات الاقتصاد والتعليم والصحة والدفاع بشكل خاص. كما استشهد بأمثلة على حملات الدول الغربية لضمان هيمنتها متسلحة بالتكنولوجيا الحديثة. كما حث الآباء على العمل الدؤوب لتحقيق التوازن ومراقبة أطفالهم، وعلى الشباب النظر إلى التكنولوجيا كسلاح ذو حدين والتحلي بالجدية والوعي بإدارتها واستخدامها. وطرح المشاركون بدورهم تنظيم ندوات مماثلة بشكل منتظم وليس فقط خلال الأعياد والعطلات. منحت إدارة الإقليم الأوسط الجوائز الإقليمية السنوية ل32 رياضيا متميزا و17 مدربا و9 أندية وفريق. وتأتي هذه الجائزة التي تمنح على المستوى الإقليمي اعتبارا من 2018 هذا العام نظرا لاستعدادات باريس للألعاب الأولمبية 2024، مع التأكيد على مساهمتهم المنتظمة في العام 2023 لتعزيز المنتخب الوطني. وفي حديثه في حفل أقيم في قاعة إدارة الإقليم الأوسط في 7 فبراير، قال المدير العام لدائرة الثقافة والريادة السيد أسمروم تسقى برهان إن ألعاب القوة هي مجال يمكن فيه تخريج رياضيين قادرين على صنع أسمائهم واسم بلادهم على المسرح العالمي، بما يتجاوز المنافسات الوطنية والإقليمية باستثمارات قليلة نسبيا في البنية التحتية. لذلك تعمل إدارة الإقليم مانحة هذا المجال اهتماما كبيرا. من جانبه أشاد حاكم الإقليم الأوسط السيد فسحية حيلي بإنجازات عام 2023، وحث الرياضيين العمل بقوة وعدم التراخي بالإنجازات المحققة في ذلك العام. وبهذه المناسبة تم تكريم أندية مثالية مثل مركز تدريب مربسيتيت وشركة سجن الإنشاءات ونادي فرس عري أي ثمرة الجهد التابع لوزارة الزراعة، ونادي غازير للتأمينات التي تسعى جاهدة بنهضة الرياضيين. كما تم تكريم مديريات أبا شاول وعداق حمص وجزباندا وقال نفع لأخذها زمام المبادرة بهدف احتضان عدد محدود من الفرق. حضر الحفل وزير الزراعة السيد أرفعين برهي وكبار المسؤولين الحكوميين والجبهة، بالإضافة إلى رؤساء الاتحادات الرياضية الإقليمية والوطنية والرياضيين. عقد الارتيول المقيمون في الدمام والمناطق المحيطة بها شرقي المملكة العربية السعودية في 2 فبراير ندوة حول الوضع الحالي في البلاد، بينما عقد أعضاء فرع اتحاد المرأة في جنوب السودان مراجعة سنوية في 4 فبراير. أطلعت القائمة بأعمال السفارة الإريترية في المملكة العربية السعودية السيدة ويني جرزجهير الإريتريين المقيمين في الدمام والمناطق المحيطة بها على التقدم المحرز في المجالات السياسية والدبلوماسية والتنموية، وهذا نتاج الصمود والتصدي للشعب وقيادته. وقدم رئيس إدارة السفارة الإريترية السيد ولد سلاسة قبر مدهن تقريرا عن الشؤون القنصلية في 2023، وحث الآباء والمجتمع على الاهتمام المناسب لتربية الأجيال الجديدة بثقافة وقيم شعب إريتريا. وأبدى المشاركون استعدادهم لتعزيز وحدتهم والمساهمة في البرامج الوطنية. في غضون ذلك قدمت رئيسة فرع المرأة في جمهورية جنوب السودان لولا تسفاهي تقريرا عن الأنشطة التي تم تنفيذها في عام 2023، وذكرت العضوات بالعمل الجاد والمضاعف. وذكر السفير يوحنا صقل ميكائيل المرأة التي بدأت نشاطاتها خلال العام 2016 بالعمل اليقظ لتحقيق أهداف الاتحاد الأمة وكذا تعزيز البرامج الوطنية. وبهذه المناسبة ألقى رؤساء اللجنة الوطنية والجالية كلمات تأييد. نظم فرع اتحاد المرأة في ساوة ومؤسسات التعليم العالي محاضرة يومي 6 و7 فبراير في أسمر ل35 طالبة يمثلن الكليات، وقد هدفت المحاضرة إلى رفع معارف ومفاهيم الطالبات.
وقالت السيدة أبراش هبتاي رئيسة فرع المرأة للتعليم العالي في ساوى أن الهدف من المحاضرة هو تعزيز فهم المرأة وقدرتها على تقديم مساهمة مؤثرة. وأوضحت الممرضة سمهر برهاني عضوة فرع وزارة الصحة بالإقليم الأوسط الاحتياطات التي يجب على النساء اتخاذها عند استخدام مستحضرات التجميل وآثارها، وقدمت معلومات قيمة عن الجهاز التناسلي والأمراض وطرق الفحص الذاتي. من جانبهن أكدت المشاركات على أهمية المحاضرة وتعهدن بالاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة لهن للمساهمة في الجهود الرامية إلى ضمان المساواة بين الجنسين. وفي كلمتها الختامية قالت رئيسة المرأة السيدة تخاتس ميكائيل إن الشباب المتميزين وخاصة الشابات المتصلحات بالمعرفة المهنية والعلمية عماد للوطن، داعية طالبات الكليات للقيام بما يطلب منهن معززات ثقتهن العالية. قام فرع العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم جنوب البحر الأحمر بتأهيل 20 من راعيات الأسر في مدينة عصب عبر تجارة مصغرة، وقد تم منح كل امرأة مواد استهلاكية تقدر ب10,000 نغفة تساهم في بداية العمل التجاري المصغر. وقال السيد تسفاي جبر سلاسي رئيس وحدة الخدمات الاجتماعية بإدارة مدينة عصب لوكالة الأنباء الإرتريا إرينا، قال إنه تم تحديد المستفيدين من الفرصة عبر كافة إدارات الضواحي. استشهد المناضل المقدم حيلي جبرز جابهير تسفا جرجيس والدقري في 7 فبراير عن عمر يناهز 76 عاما متأثرا بالمرض. وقد انضم الفقيد المناضل هايلي جبرز جابهير إلى جيش التحرير الشعبي الإرتري في يناير 1975، وخدم في الجيش ولجنة التصنيع وكذا لجنة النقل أثناء النضال من أجل التحرير وفي البحرية بعد الاستقلال، وهو متزوج وأب ل4 أطفال. وتم تشييع جثمانه عند الساعة 4 من عصر اليوم 8 فبراير في مقبرة الشهداء بأسمرة. تعرب الفرقة 24 للجيش الشعبي عن حزنها العميق لاستشهاد المقدم هايلي جبرز جابهير تسفا جرجيس، مقدمة أحر التعازي لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الأنباء العالمية. مع احتدام القتال بين الجيش الكونغولي ومتمردي حركة 23 من مارس M23، شوهد آلاف الأشخاص وهم يهربون من المعارك المحتدمة في البلدات والقرى المحيطة بغوما علهم يجدون ملاذا آمنا. وسيطر المتمردون الناشطون في شمال كيفو على بلدة شاشة الواقعة على الطريق الوطني الرقم 2 الرابط بين عاصمتي الإقليمين غوما وبوكافو، والممتدة على طول الضفة الغربية لبحيرة كيفو التي تجاور رواندا. وتعد غوما أكبر مدينة في المنطقة وتتمتع بوجود كبير للجيش الكونغولي. أكدت هيئة الحشد الشعبي في العراق معطل أحد قياديها أبو باقر الساعدي بقصف من مسيرة استهدف سيارته في بغداد. وكانت مصادر أمنية عراقية قالت إن 3 أشخاص قتلوا بقصف نفذته مسيرة استهدفت سيارة رباعية الدفع في منطقة المشتل شمال شرق بغداد. وقد أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية قتل من وصفته بقائد كبير في كتائب حزب الله العراقي في غارة على بغداد. وكانت وسائل إعلام مقربة من الفصائل العراقية قالت إن من بين القتلى قياديين في حزب الله العراقي هما أبو باقر الساعدي وأركان العلياوي، بينما قالت وسائل إعلام مقربة من الفصائل المسلحة إن هجوما آخر وقع في منطقة جميلة شرقي بغداد. وقالت مصادر إعلامية أن قوات الأمن أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء التي تضم المقار الحكومية والدبلوماسية ومنها السفارة الأمريكية. قالت الشرطة إن مسلحين فجروا قنبلة ثم فتحوا النار على سيارة للشرطة، مما أسفر عن مقتل 5 ضباط وإصابة 2 آخرين في شمال غرب باكستان. وقال مسؤول الشرطة المحلي خالد خان إن الضباط تم تكليفهم بمهام أمنية في منطقة ديرة إسماعيل خان خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت.
ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم، لكن المنطقة كانت معقلا سابقا لحركة طالبان الباكستانية التي كثيرا ما تستهدف قوات الشرطة. الخبر الأخير: بدأ ثوران بركان على شبه جزيرة ريكيانيس في جنوب غرب أيسلندا هو الثالث في المنطقة منذ العام الماضي بحسب السلطات، وأظهرت تسجيلات مصورة بالبث الحي حمما بركانية تتدفق من صدع لتضيء عمودا من الدخان لتصاعد من المكان. وجاء في بيان لمكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي أنه بدأ نشاط زلزالي صغير وشديد شمال شرق سيلينغارفر بعد نحو 30 دقيقة بعد ثوران في المنطقة ذاتها. وأفاد المكتب بأنه بناء على التقييم الأولي لخفر السواحل فإن الصدع يمتد على نحو 3 كيلومترات. ويذكر أن أيسلندا تضم أكثر من 30 بركانا نشطا وهو أعلى عدد في أوروبا. ختاما لنشرة هذا المساء، هذا تذكير بأبرز العناوين. فخامة الرئيس ياسر أفورقي يعود إلى البلاد مختتما زيارة عمل رسمي إلى إيطاليا. افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية والمواد بمناسبة عملية فنقلة التاريخية. تكريم أفضل الرياضيين والمدربين والأندية في الإقليم الأوسط. معارك عنيفة في القوات الكونغولية تجبر آلاف المدنيين على الفرار. مقتل قياديين بحزب الله العراقي في غارة أمريكية ببغداد. ومقتل 5 ضباط في هجوم مسلح شمال غرب باكستان. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.